يعني ايه انزلاق غضروفي عنقي وامتى يحتاج العمليه؟ باختصار شديد، الغضروف اللي ما بين الفقرات لما بينزلق بيضغط على الحبل الشوكي وعلى جذور الاعصاب، وساعتها العيان بيحس بوجع في الرقبه مسمع في الدراع، وساعات يعمل معاه تنميل وحرقان وكهرباء. امتى يحتاج العمليه؟ في حاله فشل العلاج التحفظي اللي هو الادويه وجلسات العلاج الطبيعي، او لو العيان جاي لنا من الاول بدرجه متقدمه. دي كده الاجابه على السؤال باختصار شديد جدا. علشان تفهم الموضوع اكتر هنحتاج نشرحه على حالتين جولي في العياده. الحاله الاولى عيانه في الاربعينات جايالي بتشتكي من وجع في رقبتها مسمع في دراعها، ودراعها ده بينمل وبتحس انه تقيل، وان ايديها بقت ضعيفه شويه، ولما بتمسك حاجه بتحس انها كانها هتقع منها. بالفحص الطبي تبين ان عندها انزلاق غضروفي عنقي في رقبتها، وكان باين بالفحص الطبي ان هو درجه بسيطه مش درجه عاليه. دي اشعه الرنين بتاعتها. بدات اشرح لها ان ربنا سبحانه وتعالى خالق الفقرات عباره عن مجموعه من المكعبات فوق بعضها، ما بين كل فقره وفقره في غضروف ماشي وراه الحبل الشوكي وجذور الاعصاب. جذور الاعصاب دي هي اللي بتتجمع وتكون الاعصاب اللي بتغذي الذراعين. اذا لما الغضروف بينزلق بيضغط على الحبل الشوكي وعلى جذور الاعصاب، فالعيان بيحس بوجع في رقبته مسمع في دراعه، عامل معاه تنميل او كهرباء او سخونيه او حرقان او تقل او ضعف. كل دي امارات انضغاط العصب.